عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد، انما ايه، روتين كده من الاخر. غسلنا فيه البوتاجاز ولمعناه وغسلنا السجاد، وكافأت بقى نفسي في اخر اليوم ورحت بقى عاملاه ميكس كده بين الكيك والبسبوسه، حاجه كده من الاخر، حاجه كده بتدوب دوبان بجد. فيلا بقى ايه، حطي لي لايك واشتركي في القناه لو عجبتك، وما تنسيش تعليق حلو منك. ويلا بقى بينا بعد الصلاه على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بنعمل ايه. اول حاجه كده دخلت عندي غسلت المواعين، المطبخ عندي كان فيه شويه مواعين ومواعين كتير، لان عندي كان الحوض فيه مشكله. فالمهم بقى ايه، المواعين اتراكمت عندي لما حليت المشكله بتاعه الحوض، وبعدين غسلت المواعين. بس بصراحه ما صورتش معاكم لاني التصوير بياخد وقت شويه، فقلت لا، خلصي بس الاول المواعين ونضفي عندك الحوض وبعدين بقى خشي على البوتاجاز. انا بقى حبيت اصور معاكم البوتاجاز وغسلته معاكم كده بالطريقه السهله البسيطه، يعني لاي حد بيعملها. ما حطيتش اي منظف ولا اي حاجه، غير بس في الاخر باي فوطه من فوط المطبخ حطيت عليها شويه من الخل، يعني الخل مخففاه بشويه ميه، ولمعت عندي كده البوتاجاز عشان يديكي لمعه حلوه كده، وكانك البوتاجاز بتاعك مش بتستخدميه كتير او بتشتغلي عليه كتير. فالخل بصراحه حلو جدا وبيلمع البوتاجاز، وفي نفس الوقت بحافظ لك عليه مش وبعقمه في نفس الوقت كمان، يعني فوائده كتيره وحلو قوي. نيجي بقى على العيون كده، حطيتها عندي في الحوض وبدات كده اغسلها طبعا زي ما انتم شايفين كده، وهغسلها بصابون سائل بس، ما حطيتش اي منظفات ولا اي حاجه، لان طبعا هي مش كانت مستاهله. هي بس دعكه بايدي كده، بس دعكه يعني كانت ناشفه كده شويه، يعني دعكاها جامد شويه، نطفت معايا بكل السهوله. لان طبعا انا مش بستخدم البوتاجاز كتير، على قد حاجات بسيطه كده عندي للولاد وخلاص، فعشان كده مش كانت مستاهله منظف يعني وكده، قلت هدعكها بايدي كده بالصابون السائل وخلاص. بس طبعا لو انت البوتاجاز بتاعك او العيون بتاعتك، وانا طبعا عامله الطريقه دي معاكم اكتر من كده اكتر من مره، اقصد ان انا لما بتكون العيون عندي متسخه قوي وعليها كميه دهون مش طبيعيه، ببدا اسخن العيون عندك لمده 3 4 دقائق، وبعد ما تسخن عندك تبدا تطفي العين، وتجيبي قطعه سلكه كبيره تغطسيها في ميه وبعدين في صابون سائل وفوطه من فوط المطبخ، بتبداي كده تمسكي عين البوتاجاز وتبداي في نفس الوقت تدعكيها. الطريقه دي حلوه لو انت مش مقتدره او مش عندك منظف للبوتاجاز، لعيون البوتاجاز. اما لو عندك منظف فانا بصراحه يعني برشح دايما اللي هو سيترس، منظف جبار وحلو جدا. وبرده في منظفات تانية، بس بصراحه انا يعني استخدمت سيترس دي حلو جدا، وبرده مستر شاهين برده بصراحه تحفه في تنظيف البوتاجاز. بس سيترس اقوى وفي نفس الوقت حلو، يعني عن مستر شاهين، هو اقوى من مستر شاهين بكتير. بس برضو مستر شاهين يعني سعره معقول وسعره على قد الايد، ونفس الوقت برضو على قد سعره بيديكي نتيجة حلوة. بعد بقى ما خلصت عندي البوتاجاز ولمعته طبعا بالخل طبعا زي ما شفتوا كده، البوتاجاز عندي رجع ينور تاني. جبت بقى عندي هنا سجادة المطبخ وبدلت سجادة المطبخ برضو، قلت بقى يعني هغسلهم كده لان طبعا شكلهم مش عاجبني خالص ومدهنين كده فقلت بقى اديهم دعكه حلوه كده. فحطيت طبعا عندي منظف سجاد، لقيت عمتي كانت جايبالي يعني 5 لتر كده، اللهم صل على النبي، ازازه 5 لتر منظف سجاد، بصراحه تحفه تحفه تحفه. عندهم حد فاتح جديد بتاع مستلزمات تنظيف يعني وكده، فجابت لي قالت لي جربيه حلو قوي، فبصراحه جربته بصراحه تحفه. وحطيت معاه شويه صابون، صابون مواعين، صابون سايل يعني، برضو الصابون السائل تحفه في التنظيف، لان طبعا عليه بوتاس وعليه مواد تنظيف كتير، فبرضو في التنظيف حلو. طبعا انتوا شايفين دوت الصابون السائل اللي انا حطيته، وبحط كمان شويه منظف من بتاع السجاد، بصراحه الاتنين بيخلوا السجاد عندك بيبرق. قعدت بقى جبت بقى كده الفرشه عندي، المقشه اقصد، وقعدت بقى ايه ادعك هاتك بتك بقى لما خليتها فل الفل. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو عجبتِك القناة أو عجبِك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله، أو يوصلك إشعار جديد. وما تنسيش في تعليق حلو منك، لأن تعليقاتكم بتبسطني وبتسعدني جدا، اللي انتوا أصلا مش بتكتبوها مش عارفة ليه يعني. ما علينا. خلصت بقى هنا عندي السجادة وبدأت كده أشطفها عندي بالمية، وهبدأ طبعا كده ايه أشيلها بقى كده برضو واديها شطفة واتنين وتلاتة كده لما تنزل الصابون اللي فيها كله. ونيجي بقى على بديل السجاد، وبرضو فرشتها عندي في المطبخ. انا غسلتهم في المطبخ ليه؟ لان كنت عايزه برضو اغسل سيراميك المطبخ،
فقلت بما اني هغسل سيراميك المطبخ يبقى اغسل عندي السجاد وبديل السجاد فيه بالمره، لان طبعا عندي مساحه الحمام عندي ضيقه، مش هتاخدهم، بس يعني ايه هيكون يعني مش هيكونوا مفرودين بالشكل ده كده. فقلت كده كده انت هتغسلي سيراميك المطبخ، فاغسلي بقى ايه بديل السجاد والسجاده فيه بالمره. جبت برضو عندي هنا السجاد وبدأت كده ايه اغسله. بصوا في طريقة انا سمعتها يعني من كذا حد، انا بصراحة ما جربتهاش، بس انا في ناس بتشكر فيها، اللي هي ايه بتجيبي بيكربونات الصوديوم لو انت مش عايزة تعكعكي وتبهدلي الدنيا مية، بتجيبي بيكربونات الصوديوم تحطيها على السجادة او بديل السجاد اللي عندك لمدة ساعة، يعني تفردي بيكربونات الصوديوم على السجادة او بديل السجاد زي ما قلت لك، على المكون اقصد المكان اللي فيه بقع. تمام. لو السجاده عندك كلها بقع خلاص هتفردي بيكربونات الصوديوم على السجاده كلها وتسيبيها لمده ساعه، وبعد ساعه تبداي تكنسي السجاده او بديل السجاد، هتطلع معاكي البقع وهيطلع معاكي الاتساخ اللي في السجاده. انا بصراحه شفت ناس شكرت في المعلومه دي كتير، بس انا ما جربتهاش، بس انا برضو حبيت اقول لكم عليها، ولو حد جربها يا ريتني يقول لنا في الكومنتات ونستفيد من بعض يعني وكده. هنا بقى انا جبت بقى الفرشه الصغيره كده، عشان طبعا كان في كده بقعتين 3 كده لازقين قوي في بديل السجاد مش عايزين يطلعوا بالمقشه، فجبت كده الفرشه الصغيره وبدات كده اتعكم، طلعوا معايا بكل سهوله. وبصراحه منظف السجاد دوت بصراحه تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. انا كنت زمان الاول كنت بعمل ايه، كنت بجيب كيس من هو المسحوق، اللي هو اي نوع مسحوق بيتباع في السوبر ماركت، كنت بجيبه وابشر عليه صابونه بيضه. بس بصراحه المنظف دوت كان حلو قوي. وقبل ما اعرف المنظف ده كنت اغلبيه غسيل السجاد عندي كنت بغسله بالصابون السائل وباي نوع مسحوق. بس بصراحه المسحوق كنت بجيبه غالي، وفي نفس الوقت مش بيكفي معايا او مش بيديني مش بقعد معايا كتير يعني ممكن كنت اروح اشتري واحد مثلا ب50 جنيه مش يغسل لي سجادتين 3، اما ببقى بملى ال5 لتر ازازه 5 لتر صابون سائل بتكفيني مده وبتفيض كمان، يعني بغسل السجاد اللي عندي كله والمشيات وكله، واغسل كمان الارضيات بيه، وفي نفس الوقت بيبقى معايا، وفي نفس الوقت جايباه بسعر قليل، يعني كنت بملى الازازه ب20 ب25 جنيه ال5 لتر، اللي هو الصابون السائل السايب. تمام. مش اللي هو الصابون اللي في الازاز واللي هو بيشتري جاهز ده، لا طبعا بيبقى دوت سعره اغلى، اما انا بتكلم على السايب. خلصت بقى عندي بديل السجاد والسجاد، وغسلت برضو عندي السيراميك كده، دعكت السيراميك عندي بتاع المطبخ برضو دعكه كده ايه بصراحه خلت السيراميك بيبرق. وبدأت برضو كده اشطف من تحت اغسل من تحت المطبخ برضو واشطف كده كويس طبعا زي ما انتم شايفين كده. يا رب بقى فيديو النهارده تكون عجبكم، هو فيديو بصراحه مشجع ومحفز وبيدي طاقه ايجابيه حلوه كده. انا بعد ما خلصت المطبخ عندي عايزه اقول لكم حسيت بنت عاش كده. الصيف بحب العكعكه او بحب الميه الكتير. انا في الصيف بحب اغسل بميه وبحس ان نفسيتي بتروق كده، عن الشتاء كتير. الشتاء لا ما بحبش اعكعك ميه كتير، طبعا ببقى عشان الولاد وكده، فبكتفي بس اللي انا ممكن امسح، او لو الحاجه مستاهله او عايزه يعني لازم تغسليها فبغسلها، اما لو مش مستاهله فببدا امسحها. فالشتاء عكس الصيف تماما. الصيف الواحد بيكبكب ميه ويغسل براحته وما تحسيش كده ان انت ايه عكه الدنيا او مبهدله وكده. والجو اصلا النهارده كان حر بطريقه مش طبيعيه، مش عارفه كان يعني الصيف السنه دي هي يعني ايه هيشلوحنا، لانه عندنا الجو ممطرش خالص، واحنا عندنا بنقول لما الجو السنه اللي الشتاء ما بيمطرش فيها يعني بيبقى بيجي الصيف بتاعها بيكون حر قوي. مش عارفه المعلومه دي صح ولا ايه، بس الاغلبيه اللي عندنا بيقولوا كده، وانا قلت بقول زيهم يعني مع اني مش متاكده منها بس بقول زيهم وخلاص. خلصت بقى كده عندي السيراميك غسيل، وبدات كده لمعته طبعا زي ما انتم شايفين اللمعه الحلوه اللي فيه دوت، طبعا لمعته بالمعطر يعني عشان يدي ريحه حلوه للمطبخ عندي. كده بقى المطبخ او سيراميك المطبخ كان عندي بيبرق، وطبعا انتوا شايفين اللمعه اللي في السيراميك، يرقص يتكلم ويقول خليتني فل الفل. نيجي بقى هنا بقى دوت عملتها اخر اليوم. طبعا انا بعد ما نضفت عندي المطبخ نزلت طبعا جهزت الغدا عند حمايه تحت، واتغدينا وغسلت المواعين وطلعت للطيور. وده بقى كنت عملت صينيه البسبوسه او كيكه الرواني دي، او قولوا عليها ميكسي بين الكيك والبسبوسه، عملتها اخر اليوم. جبت كده 4 من البيض، عليها كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الزيت وكوبايتين من اللبن، ومعايا كده معلقه كبيره من بشر البرتقال، وبرده معايا كيس فانيليا بنكهه البرتقال اللي هو 2 في 1، ونزلت عليها برضو بمعلقه صغيره من صنص البرتقال. انا مكتره طعم البرتقال لان انا بحب الوصفه دي يكون البرتقال ظاهر فيها، بتديها طعم تحفه 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 بصراحه يعني. هنا بقى جبت نص كيلو من دقيق السميد، عليه 3 اكواب من دقيق العادي بتاعنا،
وهيكون معايا كيسين من البيكنج باودر. وملحوظة صغيرة، لما تجيبي كيك اقصد تجيبي دقيق سميد، حاولي تجيبي دقيق سميد يكون نوعيته حلوة او الجودة بتاعته حلوة، اللي هو دقيق البسبوسة يعني. هاتيه اللي هو السايب، بس يكون من عند عطار مضمون، لان طبعا انواع دقيق البسبوسة او دقيق السميد له انواع كتيرة قوي. في انواع بتنشف البسبوسة، في انواع بتنشف وش البسبوسة. فزي ما قلت لك حاولي تجيبيها من عند محل كويس. نيجي بقى هنا كده للشربات. عندي انا ركنت طبعا، حطيت الخليط عندي يتفرم اللي هو الخليط السايب، وبعد ما حطيتها كده عندي الدقيق والبسبوسه ركنتهم برضو على جنب. وقلت بقى نعمل الشربات. عباره عن حط كيلو، يعني واخده منه نص كوبايه من السكر، وحطيت عليه 3 اكواب من الميه وعصره ليمونه، ورفعتهم على النار. والشربات معانا هيكون خفيف، لا تقيل قوي، مش عايزاه وسط، انا عايزاه يكون خفيف. هنا بقى حطيت كوبايه من جوز الهند. جوز الهند يكون ناعم ما يكونش خشن. طبعا الخليط عندي سبته ينضرب مع بعضه لمدة 5 دقايق. طبعا كنت بفصل الخلاط كل دقيقة ودقيقة، بس اللي عندي لان السكر بتاعي كان سكر تومين وسكر خشن، فعشان كده سبته يعني يتفرم كويس جدا مع المكونات اللي انا حطيتها. نزلت بقى عندي بالخليط كله، وهبدأ كده اقلب الخليط بتاعي. اول ما تقلبي خلصي تقليب وحطها دغري في الصينية. طبعا الصينية بتكوني دهناها اي مادة دهنية، زيت او سمنة، ومعفراها بالدقيق. ليه بقى بقول لك قلبي الخليط بسرعه وابداي حطيه في الصينيه؟ لان طبعا هو في الخليط فيه دقيق بسبوسه او دقيق سميد، فطبعا دقيق البسبوسه او دقيق السميد بيشرب السوائل وهيبدا يجمد معاكي. فعشان كده بقول لك يعني يا دوبك تضربي كده المكونات كلها مع بعضها، وبعدين تحطيها عندك في الصينيه قبل ما دقيق السميد يشرب السوائل وتبدا يتخن منك، وترجعي تحطي مكونات تاني. هدخلها بقى الفرن، هتاخد معايا من 30 دقيقة ل 35 دقيقة على حسب طبعا الفرن بتاعك. طبعا صينية هنقول عليها كيكة رواني، طبعا هي زي كيكة الرواني بس انا مغيرة فيها تفاصيل بسيطة. اول ما تطلع من الفرن هيكون طبعا الشربات بتاعي جاهز، اللي انا طبعا ضايفه عليه كيس من الفانيليا بنكهه برضو البرتقال. وهبدا طبعا اسقي الكيكه عندي. وطبعا هي خدت عندي الشربات كله. انا طبعا بحب الشربات بتاعها ما يكونش زايد قوي ولا يكون، يعني هي بصي كانت مظبوطه جدا. وممكن عندك بالشوكه، عندك ممكن في نص الصينيه كده تبداي تعملي فتحات كده بالشوكه او بخله او باي حاجه تكون السمك بتاعها يكون رفيع جدا، بحيث ان الشربات بتاع الكيكه يبدا يخش جواها. طبعا هي شربت الشربات كله وكانت طعمها فوق الوصف. انا اصلا يعني من عشاق الكيك الرواني او الميكس بين الكيك والبسبوسه ده. فطبعا رشيت عليها رشه من جوز الهند كده. طبعا الغلط اللي انا عملته ان انا ما صورتهاش معاكم وانا بقطعها. طبعا انا قلت اسيبها تبرد الاول وبعدين ابقى اقطعها معاكم. بصراحه التخمت واتسحلت ومش وما صورتهاش، بس بصراحه اقسم بالله طعمها، يعني انتوا جربوها واكتبوا لي في الكومنتات، وعلى ضمانتي جربوها. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.